طب يا سيدي انت هتموت على الارض علشان كانت هتدخل لك مليارات بمشاريع سكنيه، وانا بقول يعني الارض هترجع. مش معقول يعني الدوله بعد انديه تانية عملت فروع كتير هتيجي على الزمالك يعني، وهو حقه انه يبقى ليه فرع تاني وينمي موارده، ولكن ما تسقعش الارض بقى وتجيبها بملايين 200 ومليون وثمنها دلوقتي 11 مليار وهي فاضيه. فمش عدل يعني، وده حق الشعب المصري. بس اللي لافت نظري في الموضوع، انت طول الوقت بتقول الاهلي جاب فلوسه منين جاب فلوسه منين، وانت بتعيط وهتموت على ارض اتاخدت منك بتقول انها اوريدي جابت لك مليار جنيه. انت لسه صارف 7 مليون دولار في صفقات على حس الارض دي، وقروض خدتها على حس الارض دي. فما بالك بقى الاهلي اللي عنده 4 فروع؟ تخيل 4 فروع، ده غير الرعايات، ده غير مداخيل الكوره، ده غير كل ده، والاهلي بيصرف 600 مليون جنيه سنويا على الالعاب التانيه. شيء غير عادل يعني. اعتقد ان حل نادي الزمالك ولا ارض ولا بتاع، هم اداريا فاشلين، هم بيقطعوا في بعض طول الوقت، ما بيعرفوش يديروا. هم من الاخر عايزين الدوله تديهم فلوس وتبني لهم كل حاجه. يعني هم الارض دي هتفضل صحراء الا اذا مثلا تدخلت الهيئه العامه للقوات المسلحه تبني لهم الارض. بيجي من الاخر. هم مش هيعرفوا يعملوا اتفاقات مع شركات، ما بيوفوش بعقودهم مع اللعيبه ومع اي حد. الاهلي بقى بيجيب فلوسه منين؟ اديك شايف، شوف كم فرع عملوا النادي الاهلي. اتمنى ان يكون عندكم اتساق مع نفسكم شويه وتقولوا الحقيقه كامله، مش تطلعوا تقولوا الارض اتخذت مننا واحنا بدانا نبني. ما فيش حاجه اتبنت على الارض. انت حاطط لي بلدوزر من 2003 يا راجل، صلي على النبي.